بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة بداية سيئة للزمالك في بطولة أفريقيا. أداء سيء جدا. شخصية الزمالك مش موجودة. الزمالك مفيش أي فرصة ولا فرصتين طول اللقاء، مفيش فاعلية هجومية. الزمالك حالته وحشة جدا وبداية محبطة جدا لنادي الزمالك في بطولة أفريقيا. ما بتكون بتلعب مع فريق جزائري على ارضك في مجموعه قويه في بطوله افريقيا، ولسه معاك الترجي ومعاك فرق قويه في المجموعه، وبتخسر على ارضك، فرصك في البطوله يعني بتبقى صعبه من بدايه البطوله. ان بعد كده لسه الزمالك هيلعب ماتشات بره مصر في تونس وفي الجزائر وفي السودان، فمش عارف يعني ماتشات صعبه جدا للزمالك بعد كده وانت ما بتكسبش على ارضك. فالواحد بصراحه جاله احباط النهارده. اداء الزمالك كمان الهجومي ضعيف جدا، مشاكل دفاعيه كتيره لنادي الزمالك النهارده، في ثغرات في خط الدفاع رغم ان الزمالك بيلعب بثلاث مدافعين في قلب الدفاع، حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق، لكن فريق شباب بلوزداد وصل كتير لمرمى نادي الزمالك. يعني فريق شباب بلوزداد وصل اكتر ما الزمالك وصل لمرمى شباب بلوزداد، رغم ان الزمالك خسران ب1-0 بضربه جزاء يعني ظالمه، ان الكره جت في ايد نبيل عماد دونجا هنا في الحته دي ما بتحسبش ضربه جزاء، يعني في الحته اللي هي في ظهر الكتف دي ما بتحسبش ضربه جزاء. يعني حتى الحكام لما بيطلعوا معانا في فقره التحكيم يقول لك ان ضربه الجزاء بتتحسب لما الكره تلمس الايد من تحت الكوع، او من الحته اللي عند الكوع دي وتحت، ده كل ضربه جزاء. غير كده لازم ايدك تكون في الوضع التشريحي الغير سليم عشان تتحسب ضربه جزاء. فانا شايف ضربه جزاء غير صحيحه وظالمه ضد نادي الزمالك. لكن انا يعني شايف ان اداء الزمالك سيء جدا وفي مشاكل كتيره جدا في اداء نادي الزمالك. زي ما قلت لكم النواحي الهجوميه ضعيفه جدا للزمالك، يمكن مفيش كور عرضيه، الزمالك ما بيوصلش خالص لمرمى شباب بلوزداد. الزمالك بيلعب على ارضه بثلاث مدافعين في قلب الدفاع. طبعا في اختلاف في وجهات النظر ما بين اسامه نبيه وفيريرا. فيريرا بيحب يلعب بثلاثه، اسامه نبيه بيحب يلعب 4-2-3-1 او 4-3-3. فيريرا بيحب يلعب 3-4-3، بيحب يلعب بثلاثه في قلب الدفاع. ففي اختلاف في وجهات النظر ما بين اسامه نبيه وفيريرا، وواضح جدا من ساعه ما فيريرا رجع تاني ان الامور مش ماشيه. يعني اسامه نبيه لما مسك لوحده ماتش فيوتشر، الزمالك كسب فيوتشر 2-1، والزمالك اقوى من يعني فيوتشر اقوى من بقيه الفرق اللي الزمالك لعبها. الزمالك لما فيريرا رجع خسر من فاركو 3-0، والنهارده بيخسر من شباب بلوزداد الجزائري على ارضه في بدايه بطوله افريقيا دور المجموعات، في بدايه دور المجموعات 1-0. فالكيمياء مش ماشيه، فلازم فيريرا يمشي، لازم فيريرا يمشي. الزمالك قال لك يعني طبعا في مشكله ان فيريرا الفلوس والشرط الجزائي، لكن واضح كده ان يعني خلاص الزمالك طبعا في الدوري فرصته صعبه جدا في الفوز بالبطوله بعد ما بعد ب8 نقط فرق عن النادي الاهلي. وحتى كمان الاهلي لسه ليه مباراتين مؤجلتين، لو الاهلي كسب الماتشات المؤجله الفرق هيخش له في 14 نقطه. فلازم يبقى في حل. انا من رايي بقول ان كان فيريرا ما يرجعش، وكان لازم اداره الزمالك تسوي الامور الماليه مع فيريرا. طبعا اداره الزمالك اضطرت ترجع فيريرا تاني عشان الفلوس، الشرط الجزائي والمرتبات اللي ليه، فداخله في مبلغ كبير جدا الزمالك ما يقدرش يدفعه في الفتره الحاليه بسبب الازمه الماليه. فالزمالك لما جه يمشي فيريرا المره الاولى، المره اللي فاتت، كان لازم قبل ما يمشيه يقعد معاه ويتفق معاه على تسويه الامور الماليه. طبعا فيريرا انا بقول دلوقتي لازم يمشي، ان كده حتى فرصه نادي الزمالك في بطوله افريقيا بقت صعبه. تخسر على ملعبك من شباب بلوزداد الجزائري باداء سيء، وخسران 1-0، وما يعني حتى ما فيش رد فعل لنادي الزمالك هجومي، او مثلا مباراه تزعل عليها تقول ان الزمالك وصل لمرمى شباب بلوزداد 4-5 مرات وضيع فرص، حاجات كلها يعني قليله جدا. مفيش غير كره لاحمد سيد زيزو من الجنب من ناحيه اليمين وشاطها في الزاويه القريبه، الحارس خرجها، دي فرصه ثانيه لنبيل عماد دونجا بضربه راسيه طلع فوق الحارس المرمى وحطها بدماغه بجوار القائم او مشيت بالعرض. دول الفرصتين للزمالك وصلهم، مش دي الزمالك خالص. الزمالك في حاله سيئه جدا ولازم يبقى في حل. انا بقول الحل اللي عندي
ان لازم اسامه نبيه يمسك الزمالك لوحده. فيريرا واسامه اختلاف في وجهات النظر بيأثر على اللعيبه في الملعب، والزمالك لازم يلحق نفسه، ان الزمالك الماتشات اللي جايه صعبه جدا. هيلعب في السودان وهيلعب في تونس وهيلعب لسه في الجزائر، والزمالك ما بيكسبش على ارضه. فلازم يبقى في حل وحل سريع عشان الجماهير نادي الزمالك، اللي طبعا يعني كل شويه اخفاق، كل شويه مشكله، بعد ما الزمالك كان بطل الدوري السنه اللي فاتت وبطل الكاس، السنه دي الدوري بعد، وافريقيا كمان اول ماتش بتخسره امام شباب بلوزداد. شخصيه الزمالك مش موجوده خالص. يعني النهارده وانت قاعد تتفرج مفيش حاجه بتتعمل هجوميه، وحتى في النواحي الدفاعيه في اخطاء. ولما بتلعب بثلاثه في قلب الدفاع يعني المفروض ما يبقاش في اخطاء في الحته دي، بتتقفل كويس جدا. لا النهارده في هجمات مرتده وفي انفرادات لفريق شباب بلوزداد وفي فرص. يعني هم مضيعين النهارده 3 4 اهداف محققه اكتر ما الزمالك مضيع. ف مشكله كبيره انا شايف لنادي الزمالك، والحل ان اداره نادي الزمالك لازم تمشي فيريرا وتعمل معاه تسويه ماليه في الفتره الحاليه عشان اسامه نبيه يعرف يشتغل، وعشان اللعيبه تستوعب كلام اسامه نبيه، ما يبقاش في تضارب ما بين فيريرا وما بين اسامه نبيه. خصوصا ان اسامه نبيه لما مسك لوحده كسب فيوتشر، وفيوتشر اقوى من كل الفرق اللي الزمالك لعبها في الفتره الاخيره. هارد لك للزمالك، نتمنى طبعا ان الزمالك يعمل نتائج احسن من كده على الاقل في بطوله افريقيا بعد ما فرص الدوري ضاعت. حاجه تانية برضه انا شايفها من ساعه ما امام عاشور مشي عن الزمالك وفي مشكله كبيره في نادي الزمالك، اللعيبه اللي الزمالك اشتراهم السنه دي مش قادرين يعملوا الفرق لنادي الزمالك. امام عاشور كان قوه كبيره جدا جدا في نادي الزمالك. في مشكله ثالثه وهتظهر يعني لو الدوري بتاع السنه دي اتاخر، الدوري اللي احنا بنلعبه، ان الزمالك احتمال كبير ما يلعبش افريقيا السنه الجايه. ان لو الدوري اتاخر والاتحاد الافريقي طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم انه يعلن اسماء الفرق اللي هتلعب في افريقيا السنة الجاية، يعني طلبها بدري والدوري لسه ما خلصش، اتحاد الكرة هيرجع ورابطة الأندية هترجع لنتائج الدور الأول وترتيب الفرق في الدور الأول. الدور الأول بتاعنا السنة دي الزمالك في المركز الرابع، الأهلي الأول هو وبيراميدز، البيراميدز الثاني، هما الاثنين دول هيلعبوا دوري أبطال أفريقيا. فيوتشر الثالث والزمالك الرابع، بس المقاولين ليه مباراه مؤجله مع الاهلي. لو المقاولين كسب الاهلي الزمالك ما يلعبش كمان كونفدراليه. بس كده كده لو الاتحاد الافريقي طلب من الاتحاد المصري ورابطه الانديه انه يعلن اسماء الفرق اللي هتلعب في افريقيا السنه الجايه، الزمالك مش هيلعب دوري ابطال افريقيا، ان هياخدوا نتائج الفرق وترتيب الفرق في الدور الاول. دي حاله ممكن تحصل في السنه الجايه، ما نلاقيش الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا. ولو المقاولين كسب مباراته المؤجله ممكن ما تلاقيش الزمالك اساسا كمان في الكونفدراليه. فمشكله كبيره لنادي الزمالك. اتمنى ان اداره نادي الزمالك تتعامل في الموضوع ده وتحل قصه فريق الكوره اللي بقى فيه ازمه كبيره جدا. بطوله افريقيا كمان خساره من شباب بلوزداد، فرصك في البطوله بتبقى صعبه جدا، خصوصا الماتشات اللي جايه صعبه جدا في بطوله افريقيا. الوضع في نادي الزمالك حاليا كفريق كره القدم الامور مش ماشيه صح، والحلول انا قلتها ان لازم رقم واحد فيريرا يرحل عن تدريب نادي الزمالك عشان اسامه نبيه يشتغل صح ويشتغل بدماغه، واللعيبه كمان تاخد من مدرب واحد، ما يبقاش فيه تضارب واختلاف ما بين 2 مدربين. اللعيبه تبقى ملخبطه نفسها زي ما احنا شايفين خلال الفتره الحاليه. وركزوا من ساعه ما فيريرا رجع مره اخرى لنادي الزمالك، الزمالك اتغلب من فاركو 3-0 واتغلب من بلوزداد في افريقيا 1-0 باداء سيء جدا جدا جدا. مش عارف اقول ايه والله، الواحد زعلان جدا على الزمالك واتمنى الامور تتحسن الفتره الجايه.